شهيرة غير الدكاترة اللي شفتها. أنا قلبي بيتسف على البنات من جوه. معلش، لا إله إلا الله. خلت البنت. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا سيدي يا رسول الله. يا صباح الرضا وصباح التفاؤل وصباح يوم جديد على أعز وأغلى متابعين في الدنيا. طبعا النهارده رايحين فين؟ النهارده الفيديو برعاية مين؟ شهيرة. ليه؟ لأن شهيرة اتبرعت النهارده إن هي تودي لرناد دكتور جلدية، بما إن شافت جيتة رناد ويعني صعبت عليها رناد، فقالت لك أنا اللي هاخدها أكشف عليها. ربنا يكبر بخاطرها شهيرة ويوقف لها اولاد الحلال ويسعدها ويفرحها بمحمد ابنها ويخلي لها بناتها. وشوفوا يا حبايبي، لو كان عدوي لو انا عدو نار وجالي وجرى عشان خاطر بنتي، ده انا احطه كحل في عيني. وشهيرة وقفت مع بنتي برغم ان شوفهم محدش واقف مع بنتي الا شهيرة النهارده. بعد ما طلعت لكم بالبث المباشر، وطبعا بعد ما طلعت لكم بعد ما اتعايرت على القنوات، لا النهارده بثبت لكم بجد وحقيقه ان بنتي فعلا محتاجه اللي يقف جنب منها، محتاجه اللي يساعدها، محتاجه ان حد يعطف عليها. هتقولوا مثلا ايه يا جماعه الخير ما حدش يجيب لي سيره ابوها في القناه، لان الظروف مش سامحه، الظروف مش سامحه. فعشان كده انا طلعت النهارده لاخواتي وحبايبي في الله، وعشان اثبت لكم ان كلامنا فعلا حقيقي ومش شغل او تبالي او لا. النهارده شهيرة مكلفه مع رناد بالكشف، والله العظيم ما دفعتني جنيه. ربنا يكبر بخاطرها جبر السماوات والارض. يلا بينا نسمي بالله ونصلي على الحبيب المصطفى ونشوف الدكتور هيصور معانا ولا نظامه ايه. يلا يا حبايبي ادعوا لبنتي دعوة 40 غريب تستجاب. احنا في دمياط، احنا ماشيين برعاية شهيرة، مطرح ما تروح هنلف وراها في دمياط. فانا بشكر شهيرة من جوه قلبي، بشكرها. بس لتكملة الفيديو في كلام مهم جدا جدا في الفيديو، ويا ريت الكل يسمعه. بس استنوا لما نشوف قرار الدكتور ايه، ويلا بينا. بس مش هتتاكل، محدش واكل. ما لو هتتاكل كنا كلناها. عايزه منين؟ عايزه منين؟ جوه من هو كده مش هيشوف. ما تخافيش من هو الدكتور ومش يعني مفيش حد هيشوفك وانا والله. ده رقبتها من ورا بتتذبح بتتفتح. غيرنا انا قلت لك هاتي كل حاجه. انا عملت التحليل كده اللي هي الكبد والكلى، وعملت مناعه وانيميا، كل تحاليلهم. التحليل بعد الدور اللي جاي تمام، والاي جي اي ده اهو. بس يا ده بتاع المناعه، الاي جي اي ده لازم يكون موجود، يعني لو مش موجود عندك هتعمل خلاص. يبقى الحساسيه ايه؟ عاليه شويه، مش شويتين ثلاثه. الادويه اللي اخذتها اسمها ايه؟ مش عارفه برضه، انا ما رضيتش اجيب لك اي حاجه، قلت انا هي كانت تدخل هناك يا دكتور كورتيزون. الموضوع لازم انه الكورتيزون في سنه ما بتجيب لها بالمرهم. هي رناد اللي عارفه اهي. مسؤول اللي كنت بغسلها حميها بيه، وشامبو وبرشام الحساسيه ومرهم. هو ايه اللي عندها ده يا دكتور؟ دي اسمها اكزيما وراثيه، يعني حساسيه جلد وراثه. مفيش حاجه حد يا دكتور. الوراثه بتاعتها مش وراثه. من ابوه ايه؟ هي الوراثه بتاعتها هي. من نفسها هي. المهم الاساسيه نمره واحد ما يلمس الجلد الا بطانيه. ماشي، يعني مش بطانيه تحت ولا بطانيه فوق ولا كريم، هيبقى حاجه ان شاء الله كسروه، فاهماني؟ بنطلون صيفي والبس فوق اللي انا عايزاه، بنطلون مدرسه لا، يبقى بنطلون الجيل القط الاول، وبعدين فوق بنطلون الايه؟ بتاع المدرسه. لما هقعد على اي بنطلون بالكريم شوف اللي هي لابساه، يبقى البس فوق الاول وفراغ والبس فوق اللي انا عايزاه. ركزي في كلام الدكتور يا عم. ماشي. واحد الميه والصابون قليل، صابون الجليسين بتاع الهواء بتاعك اقل ما يمكن، مش كل شويه بس. طول الشتاء معانا خلاص، والصيف مفيش شمس وضراب في الصيف. يبقى الشمس والضراب في الصيف لا، والصوف في الشتاء لا، خلاص. الصابونه والحمى زي ما اتفقنا، ماشي كلام. الكلور ممنوع زي ما اتفقنا. العلاجات اللي احنا بناخدها بتبقى مسكنات، ماشي الحال. لو تحليل الدم ده عالي شويتين، اللي هو المناعه والكلام ده، في ادويه يعني ايه دلوقتي بقى، بس يعني ايه اعلى شويه، تمام، وبيولوجي وقصه والكلام ده. فاحنا دلوقتي طبعا لا تحمل من 5 شهور هتيجي لا مش 5 شهور،
قبل 5 ده ما بقولوش يجوا شهرين. لا 5 شهور يعني. 5 شهور والله. طيب لو انت عايزه مثلا جديد يمكن تكون حاجه اتطورت نعمله. انا يهمني لو بتاع المناعه ده معمول نفس النوع ده من 5 شهور ماشي. معرفش نفس النوع. هعمله. يا بنت اسمعي، ده مش هيفرق، انما السكر التراكمي ده اللي يفرق. انا باخد كورتيزون. وظيفتي كده اللي هي معموله برضه من 5 شهور ماشي. تمام الكلام؟ انما اللي في النص اللي هو السكر التراكمي لا عايزه حديث. 2 الدهانات طبعا في دهانات غاليه عشان برضه فهي مشكلتنا في الايه؟ في الفلوس. ايوه. فهي قضيتنا في الفلوس. ففي بتغطيها بايه ساعتها بتكتب؟ المروحه شغاله 24 ساعه. بتغطيها بايه؟ ببطل. الغسول ده اهو غسول للجلد، الحتت اللي بتنز ميه. ده غسول لونه ورد كده. فاهماني؟ الحتت اللي بتنز ميه. 2 الدهان اللي اسمه المومنتا ده اهو. حاليا بدهن 2 مرات يوميا، اقل كميه ممكن. بدهن 2 مرات في اليوم اللي هو الايه؟ لمده اسبوع. بص يا حبايبي، احنا نزلنا دلوقتي شفنا على العسل دي عند الدكتور مجدي الصحفي. دلوقتي قال موضوع الناس بيطول قوي، يعني لدرجه ان هو ممكن يستمر معاها لدرجه البلوغ. فلما تبلغ الوضع بيهدى شويه بشويه، بس قال الموضوع مش بسيط، يعني اللي عنده الناس مش بسيط ومحتاج يعني وقت جامد ومحتاج مصاريف، يعني بمعنى اصح هيحتاج مصاريف كتير وهيحتاج مشوار طويل ومصاريف مش قليله. يعني بقول لك والله العظيم اقسم بالله اللي الراجل قاله انا بقوله، وفي الفيديو انا مصوره الدكتور وهو بيتكلم. يعني الموضوع محتاج مدى طويل. احنا يا حبايب قلبي يا حبايب قلبي احنا مش طالعين عشان حد يطلع يقول انتوا طالعين تسالوا. لا والله احنا زمان يعني بتخشوا معانا في الحلم وبتكبروا خطيبنا، بنقول لكم برضك اللي احنا فيه عشان اللي طلع وقال انتوا طالعين تزوروها على التليفون، تزوروها على القناه بدرعتها او برجليها او بجسمها يا حبايب قلبي، عشان اي ايه نفسها للدكتور علشان يشوفها. والله العظيم لان بجد الوضع جوه الحمد لله احنا بنحمد ربنا ونشكره على مجاله ونشكره على كده. احنا قاعدين تحت رحمه ربنا، واللي يجيبه ربنا كله حلو، سوا بحلو وسوا بمر. احنا ما نقدرش نحاكم ربنا، وده حاجه ابتلاء ربنا جابه لنا. ليه ابتلاء وربنا جايبه؟ احنا بقالنا 3 سنين بنجري. فاحنا يا ام محمد اللي هي شهيره كتر خيري وتشكر هي اللي كانت ده انت جميلك يا شهيره على دماغي، جميلك على دماغي. بتتكلموا وتقولوا انتوا طلعتوا وانتوا لا انا قدام عاجبني وانا طول عمري قايل لك نجران عاجبني وجابتني ومقطعني وبنتي على ايدها الشيء على ايديها حتى هيجيبيه. انا هروح له برجلي اشتري كفن كده اهو وهروح له عشان ربنا يشفي العيله ده اهي ونجاها من اللي هي فيه، لانها هي بنت وبكره وبعده هتتجوز ومحدش يعايرها ولا تقعد العيال يجوا يلعبوا معاها ويقولوا لها ما تلعبيش. بيحصل بتقال والله يا شهيره. العيال يجوا قاعدين معاها في المدرسه بيحرجوها، فاحنا فينا اللي مكفينا. احنا لا طالعين نقول بنجري ولا طالعين هنقول حاجه، احنا بنقول ربنا يشفي كل مريض من مرضه وابتلاء وجلي واحنا متحملين به، وربنا يعني يلطف على عبيده. وشكرا لشهيره، شكرا يا شهيره، لان انت اللي خدت الناس كشفت عليه، وانت اللي عرفتنا بالدكتور، وربنا يجعل يا رب اللي وقت جنب بنتي انا بشكره من ثمر الارض، ان كان الشيخه مناصر او كان بدر او كان جاستي او كان منى السوادي. انا بشكركم شكرا من ثمر الارض، وكل متابعه، كل اخت عيرنا، كل اخت، كل ام حد واقف جنب مني انا بشكره من جوه قلبي. يا حبايب قلبي عشان ما حدش يرجع تاني يقول ده انتوا مصورين، ده انتوا كشف وده مني اشاعات اهي، يعني مش طالعه احور ولا اقور. ربنا يشفيها يا حبيبتي يا رب، ربنا يشفيها. ويمكن شهيره اللي قلتوا لي، شهيره اللي طلعت موضوع العمليه ما اتعملتش، شهيره النهارده اللي خدت رينات بايدها قسما بالله قسما تحاسب عليه، لا دفعت اجر سكه ولا دفعت ايد دكتور ولا دفعت شيء. سيبها لله، كله من جيب شهيره. سيبها لله حبيبتي. وشوفوا شهيره وقفت معايا وقفه اللي محدش من دم وقف يا بنتي قولي يا رب، قولي يا رب يا حبيبتي. شهيره اللي حنت على رنان اللي هي جارتي الغريبه مني، هي
وقفت كده بنتي. فانا بقول لك يا شهيره ارده لك في فرح محمد يا رب. ابنك بس ربنا يشفيها يا بنتي. وربنا ما يدوق لكي يا رب. عيالك يا ولا رب. في ولاد يا عيالك رب. اللي في بنتي، ولا في اي حاجه. وربنا يجرب على اللايم يا اللي رب. يدوم على رنات، ربنا يدوقه نفس الكاس. يا رب يا رب. وهقول لكم انا النوبات احنا صورنا الدكتور، حتى لو التصوير جاي واقف بالعرض او واقف، الشهيره اللي كانت بتصور عشان للثقه، ما حدش يقول ده انتوا بتكذبهم، ده انتوا عاملينها ضمره، والكلام اللي بيتقال على لا 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 لا. اللي يقول يقول يا بنت. اللي يقول يقول. لا النهارده احنا مصورينها ما هي الدكتور، اليافطة اهي. كل كلمه يافطة الدكتور كل فؤاد. كلمه الدكتور قالها مستكينه معاكم بالصوت والصوره، واللي طالبه منكم شوفي يافطة الدكتورة اهي يا جماعة. في الدار الكام يا بنت؟ احنا طلعنا كتير قوي. الرابع باين. الرابع. أنا بشكر كل أم وكل أخت وبشكر كل متابعيني إخواتي في الله اللي بيقفوا يناشدوا داعمين لرناد. ربنا ما يحرق قلبكم على أولادكم يا رب يا حبيبي. ويخليكم ويجعلكم سند ليا بعد رب العباد، ومحتاجة منكم دعوة لرناد بالشفاء العاجل. والله العظيم يا جماعة الخير أنا بقالي 3 سنين وكان عندي أمل في الله سبحانه وتعالى. الدكتور كان عندي أمل في ربنا سبحانه وتعالى، هو اللي بيلطف بعباده وهو الرحيم عليا. عن شوفوا هو ارحم الرحيم عليا وعلى بنتي عن البشر كلهم. وربنا يا بنتي وقفني في ولاد الحلال اللي يقفوا جنب بنتك لما يتم علاج بخير. والله العظيم انا كان عندي امل ان كل الدكاتره اللي رحتها كلامهم كان يبقى حاجه والدكتور ده حاجه، بس للاسف الشديد جت كلهم واحد وقال لي بنتك حالتها مش سهله، يا ريت ترحموا قلبها متقطع على ضناه، قلبي بينزف على بنتي. وما بقولش غير حسبي الله ونعم الوكيل. انت بتعيطي ليه دلوقتي؟ انت بتعيطي ليه؟ لا اله الا الله. بتعيطي ليه يا بيه؟ بتعيطي ليه؟ جوايا امل ان انا سيبها لله، سيبها لله يا حبيبتي، سيبها لله يا بنتي. جوايا اشوفها بنتي حلوه زي كل البدن. كان عندي امل يا شهيره ان الدكتور يقول لي فتره وراحه، ما يقوليش ده هي نايمه. لا يهمك. كان عندي امل ان طب انت خلت امك تعيط وخلتنا اعيط. خلاص بقى. يا رب انتوا بيا انتوا بيا، انت اللي عالم حالي، انتوا بيا يا رب. انا جايب اكل، انا عندي امل ويقول لي صحي اقسم بالله يا شهيره غير الدكاتره اللي شفتها انا قلبي بينزف على النت من جوه. معلش. لا اله الا الله. خلت البنت تعيط ليه راخره؟ في ايه يا اولاد؟ لا اله الا الله. قولي يا رب، قولي يا رب يا حنان. والله ربنا ما هيسيبكم يا بنت، يا رب والله ربنا ما هيسيبكم اقسم بالله. وربنا المعبود يا شيخ. انا ما بحثش معاه وابكيش، بس برغم تعب انا قلت هاجي معاه يمكن الدكتور ده يقول هاجي غير اللي طب يعني ينفع كده؟ ينفع كده؟ ما رضوش يلعبوا معايا شيء، والله صعب عليا كأم. عشان كده يا رب يا رب بشوفها حتى العدو، بشوفها العدو لولادي. يا رب. لان انا قلبي بينزف من جوه بينزف. انا اسفه إن كنت عيطت، بس انا قلبي محروق، انا موجوعه من جوه وحقكم عليا. انا بقول لكم حقكم عليا. السلام عليكم.